السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو بمناسبه اقتراب ان شاء الله راس السنه، وكل عام وانتم بالف خير. نتمنى ان شاء الله هذه السنه تكون جديده، تكون ان شاء الله عليكم بالخير وبالصحه وكل ما كتمنوا ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا ان شاء الله في هذا الفيديو غنشارك معكم واحد الكيك رولي بالكريمه، كيجي من اروع ما يكون. كما كتشوفوا معايا لا شكلا ولا مذاقا، غير خليكم معايا ان شاء الله من الاول حتى الاخير، وفرجه ممتعه. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله وهي لا جينواز اللي كنوجدوها ليله قبل. غنحتاج فيها 5 ديال البيضات، نص خماره ديال الحلوه، واحد الساشي ديال الفاني، عندي 5 ديال المعالق ديال السكر، 2 معالق ديال الماء، و2 معالق ديال الزيت، و5 المعالق كبار ديال الدقيق، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. بالنسبه للبيض خصو يكون يعني من درجه الحراره ديال المطبخ، بحال دابا الا بغيتو تخدموا الصباح ديجا تكونوا جابدينهم من الثلاجه من قبل باش تنجح لكم لا جينواز. انا ناخذ هنايا 5 ديال البيضات، غنضيف ليهم هنايا ساشي ديال الفاني. تقدروا هنايا تعوضوا هاد الساشي ديال الفاني بواحد المعلقه ديال نيسكافيه، حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. غنضيف هنايا 5 المعالق كبار ديال السكر صافي، وغادي نضرب هاد المكونات مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال هاد البيض، ويعني كيولي القوام ديالو ثقيل كما غتشوفوا معايا ان شاء الله. وهذا هو الخليط اللي كنحصل عليه كما كتشوفوا معايا، كيولي القوام ديالو بحال الكريمه كما كتشوفوا، كيولي القوام ديالو يعني ثقيل، يعني اي شكل رسمتو به غيبقى الشكل ديالو كما كتشوفوا معايا. غنضيف ليه هنايا الخليط ديال الدقيق والكاكاو، ونص خماره ديال الحلوه كما كتشوفوا معايا. انا صراحه كندير بعض المرات لا جينواز بلا خميره، هاد المره درت فيها غير نص خماره ديال الحلوه من فئه يعني 8 غرام، بحال درت 4 غرام. يعني هنايا الخليط ديال الدقيق والكاكاو هنا كنغربلهم من قبل مع بعضياتهم كما كتشوفوا معايا، وكنقسم تقريبا هذا الخليط على 3 ديال الدقيق صافي. وكما كتشوفوا معايا كنخدم هنا غير بلا سباتيل، يعني كنبقى ندخل هذا الخليط غير بشويه كما كتشوفوا معايا باش ما ينزلش لكم البيض. صافي كنكمل هنايا هاد الكميه اللي عندي كامله كما كتشوفوا معايا. انا كنخدم غير بشويه، وهذاك الخليط يعني كنقسموه على 3 كما ذكرت معكم، وبالتدريج يعني كنضيف الاول يعني المره الاولى، يعني كنخدمو مزيان حتى كيولي الخليط متجانس، عاوتاني كنضيف الثاني. المهم هذا هو من الاسرار ديال النجاح ديال لا جينواز باش تجيكم يعني ناجحه وتجيكم زوينه. صافي هنا من بعد ما غادي نكمل غادي نضيف داك 2 معالق ديال الزيت مع 2 معالق ديال الماء في الاخير كما كتشوفوا معايا، حتى هما كنزيدهم يعني بالتدريج وغير بشويه كنخلط كما كتشوفوا معايا، كنخلط مع بعضياتهم وكنزيدهم بالتدريج. هنايا يعني من قبل انا وجدت واحد الصينيه درت فيها البابي كويسو. هنايا بالنسبه لا جينواز يعني ضروري ومؤكد انكم تستعملوا يعني البابي كويسو. هنايا كناخذ الصينيه ديال الفران، انا عندي هنا الفران ديال الضو، ونضيف ليه هذا الخليط كما كتشوفوا معايا. نحاول هنا يعني نوزعو يعني يكون متساوي باش تجيني لا جينواز في نفس السمك، ما يجينيش يعني جهه طالعه وجهه هابطه. صافي غادي ندخلها للفران على درجه الحراره 150 لمده ديال 12 دقيقه حتى ل 15 دقيقه. وردوا هنا البال مع لا جينواز حيت هي دايرينها يعني بالكاكاو، يعني ما تبانش لكم تحمرات، المهم غير تبان لكم نشفات راه صافي تكون واجده. وندوزو نوجدو هنايا المرحله المواليه ان شاء الله. كطيب فيها لا جينواز غنوجد معكم هنايا واحد يعني المرحله الاولى من ديال لا كريم. غنحتاج فيها واحد الكاس ديال الحليب، غنحتاج فيها هنا واحد الساشي ديال الكاكاو، هنا تقدروا تعوضوه بمعلقه ديال الكاكاو يعني ديال العبار. نستعمل هنايا واحد المعلقه ديال النشا. نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم ونوضعهم فوق نار اللي كتكون مهيله مع التحريك المستمر صافي حتى كتعقد ليا هاد الكريمه. من بعد كما كتشوفوا معايا غنزيد ليها هنايا غرام ديال الشوكولا غيش، هنايا نوعيه يعني الشوكولات نوعيه جيده، يعني كيكون النسبه ديال الكاكاو ديالها 55% حتى 72. المهم انا استعملت هنا غير 100 غرام. هنا من بعد ما كتعقد الكريمه كما كتشوفوا معايا غنضيف ليها الشوكولات مع التحريك المستمر باش يذوب الشوكولا صافي. هنا من بعد كنخليها تبرد على جنب، ولكن ضروري ما تغطيوها اما بلاستيكه ولا السلوفان، المهم يكون الوجه ديال السلوفان ولا بلاستيكي يكون لاصق على الكريمه. هنا غنخليها تبرد ومن بعد غادي ندخلها الثلاجه تبرد مزيان. هنا هاد المرحله كنوجدها يعني ليله قبل مع لا جينواز كما كتشوفوا معايا. هنايا لا جينواز كما كتشوفوا جات غزاله ما شاء الله، جات ناجحه. يعني تقدروا توجدوها بهاد لا جينواز بزاف ديال الوصفات، يعني
الكيكرولي، تقدروا ديروا ديك الطورطه بالطبقات، هي كتجي زوينه. صافي انا نخليها حتى كتبرد واحد تقريبا واحد الساعه او لا اكثر. صافي عاد كنرولي يعني هاد لاجينواز ونخليها يعني نحطها غير في المطبخ ديالكم، تخليوها تبرد حتى الغد اللي عاد يعني ديروا ليها الكريمه اللي غادي تعمروها بها. هاد ليله كامله غادي ناخذ هنايا الكريمه اللي كتكون. المهم هنا خديت غير نص سيطرو ديال الكريمه ديال العبار، كتكون عندي بارده، كنجيبها كنحطها في الفريغو تقريبا واحد نص ساعه ولا اكثر. المهم ما تخليوهاش تجمد، غير تبرد مزيان. صافي غادي هنايا نبدا كنطرب فيها. صافي ومن بعد غادي نضيف ليها، هي كتطرب وانا كنضيف ليها الكريمه اللي وجدت معاكم، كنضيفها بالتدريج. هذا هو الشكل هنايا من بعد ما طربت الكريمه. انا المهم كطربوها مزيان كما كتشوفوا معايا. صراحه الكريمه كتجي زوينه، واهم حاجه انها ما فيهاش السكر نهائيا. كما كتعرفوا الكريمه ديال العبار ما كتكونش فيها السكر، وانا ديجا في الكريمه الاولى اللي وجدت معكم درت فيها غير الشوكولا، يعني غير الحلاوه ديال الشوكولاته هو اللي اعتمدت عليها في هاد الكريمه. صراحه كتجي زوينه وكتجي خفيفه. صافي هنا من بعد ناخذ هنايا لاجينواز من بعد ما بردات مزيان، من بعد ما داز ليها يعني ليله كامله يمكن ما تشوفوا معايا. صافي غناخذ هنايا الكريمه وغادي نبدا كنقاد بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. المهم انا كدير واحد الطبقه اللي مهمه غير بالسباتيل كما كتشوفوا معايا. صافي هنا من بعد ما غادي نقاد هنا الطبقه كما كتشوفوا معايا، تحاولوا ديروها تكون متساويه. صافي غنبدا هنايا نعاون هنايا بالبابي كويسون من الجناب. صافي ونورولي. صراحه الطريقه اللي سهله وزوينه وكتجي ناجحه. صافي انا كنحاول نجمعها مزيان هنايا بهذا البابي كويسون بهذه الطريقه، وغادي ندخلها هنا للثلاجه تبرد. من بعد عاد غادي ندير لها يعني الكريمه من الوجه ديالها. المهم انا ندير لها واحد الطبقه اللي كتكون، المهم ما ديروش كريمه بزاف باش ما تجيش الكريمه يعني اكثر من لاجينواز تجي كثيره بزاف. صافي هنايا كنقاد مزيان، غير تقادو غير بلا سباتيل هنايا حتى مي كملت هنا بلا سباتيل باش تجيكم هنايا الوجه ديالها مقاده. حيت انا غادي ندير هنايا واحد الكلاصاج. المهم اختيار، اللي بغيتو ديروه بغيتو تستغناو عليه. صراحه كيجي زوين حتى هو. غناخذ هنايا واحد، الا كان عندكم هنايا واحد ديك البلاستيك اللي كيكون شويه غليظ ديروه. انا كان عندي ما صراحه ما توفرش عندي، درت غير البابي كويسو، تخديت منه واحد الطرف القياس ديال الحلوه كما كتشوفوا معايا. صافي وقديت به بهذه الطريقه من الجناب باش كتجيكم هنايا الكريمه مقاده بهذه الطريقه. بعد ما غادي نكمل غندخل هاد الحلوه يعني الكونجيلاتور تبرد مزيان، يعني نخليها حتى كتجمد. عاد غندير ليها الكلاصاج اللي غادي ندوز نوجدو معكم ان شاء الله. الكلاصاج غادي نحتاج فيه هنا واحد الكاس ديال الكريمه، غادي نديرو يسخن فوق البوطه اللي كتكون عافيه اللي كتكون مهيله حتى كيبداو يديروا واحد الفقاعات. عاد غنحيدو كما كتشوفوا معايا. غنضيف ليه هنايا واحد 120 غرام ديال الشوكولا البيضاء. المهم ان شاء الله غنخلي لكم يعني لابعض بالضبط ان شاء الله في صندوق الوصف. غنضيف ليه هنا واحد الورقه ديال الجيلاتين اللي من قبل، جوج اوراق عفوا ديال الجيلاتين اللي ديجا من قبل مرطباهم في الماء. غنضيف هنايا الملون بيض باش يجيكم الكلاصاج، حيت كما كتعرفوا الشوكولاط بيض ما كيعطيناش داك اللون البيض. غنضيف هنايا الملون بيض، هنايا الملون الخاص يعني بالحلوه، يعني بالكلاصاج كيكون بودر. صافي غنخلط هاد المكونات مزيان حتى يذوب ليا الشوكولاط مع الجيلاتين مزيان. صافي هنايا باش تاكدوا يعني هاد الخليط يعني داب مزيان، ولا ديك الملون حتى هو داب. الاحسن تستعملوا هنا الميكسور وطحنوا مزيان هاد المكونات. انا في الاخر هنا غندير الميكسور نطحن به. صافي وغادي نخليه يبرد شويه عاد نكلاصي به ان شاء الله. هنا من بعد ما برد هنايا الكلاصاج كنخليه حتى كيولي شويه دافي، يعني ما نخليوش سخون بزاف. وغنضيف ليه هنا واحد 50 غرام ديال اللوز مهرمش ومحمره في الفران درجه الحراره قليله باش خليته يتحمر ويجي مقرمش. يعني علاش ما ضفتش انايا اللوز من الاول، يعني الكلاصاج باقي سخون، حيت لا ضفتو اللوز والكلاصاج باقي سخون غادي دغيا غادي يرطب ليكم داك اللوز.
وهنا مباشره غندوز نكلاصي هنايا الحلوه. هنا من بعد نجمدها مباشره من الكونجيلاتور كما كتشوفوا معايا، يعني جامده. صافي غنحطها هنايا في هذا البلاطو اللي فرشت ليه هنايا السلوفان، ودرت هذيك الشبيكه باش تجيني عاليه. تقدروا ديروا غير جبانيه ولا زلافه، المهم ولا جوج كيسان، ماشي ضروري هاد الشبكه. المهم باش ما عندكم تقضيو. صافي هنايا غادي نكلاصي هنايا الحلوه بهذه الطريقه. وانا من بعد غادي ندير هنا في هاد الطبسيل اللي غادي نقدمو فيها. صافي هنايا ناخذ الكريمه اللي عمرت بها من الداخل. المهم انا درتها هنايا في هاد البلاستيكه. صراحه ما كانش حتى بديت نخدم عاد ما لقيتش انني ما عنديش هذيك البوش ديال اللي كنخدم به صراحه. درت غير بلاستيكه حتى هي قضات الغرض صراحه، حتى هي خدمت ليا زوين. المهم ماشي ضروري يكون عندكم زعما الماتيريال باش تخدموا. صافي هنايا درت بها هاد الشكل اللي شفتوا معايا. خديت هنايا الفيوتين. هنايا هاد الفيوتين راه كيتباع عند مول لوازم الحلويات. المهم راه كاين في اللوان، كاين العادي، كاين في الاحمر، كاين في الصفر، وكاين المهم كاين في اللوان. المهم انا خديت هاد الاحمر صراحه عجبني اللون ديالو. المهم انا نديرو هنا بالجناب، وغندير شويه من الفوق ومن الجناب. المهم غتزينوا به نتوما الطريقه اللي بغيتو. وهنا من الفوق غندير واحد شويه ديال الشوكولا، شوكولا غيش نواغ، غنزين به من الفوق. المهم التزيين كيبقى على حسب نتوما شنو متوفر عندكم، ماشي ضروري نفس هذا الشيء ديروه. المهم فكره تاخدوها، يعني تقدروا تطبقوها كما هي. تقدروا نتوما تزيدوا عليها نتوما اللمسات ديالكم. هو الشكل النهائي ديال الحلوى. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، ونكون ان شاء الله خفيفه ظريفه على قلوبكم. نتمنى لو انني فدتكم ولو غير بالقليل. والصراحه هاد الحلوى تستحق التجربه، كتجي خفيفه وكتجي زوينه، وتجي حاجه ديال تحمر الوجه يعني. لا شكل ديالها وحتى المذاق ديالها كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وكنتمنى لكم سنه سعيده، وكل ما كتمنوا ان شاء الله بالصحيحه والتيسير، واي حاجه كتمنوها ان شاء الله تحققوها. وصلنا لاخر الفيديو. بسلام عليكم، نتلقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. بسلام عليكم، دعواتكم معايا، وشكرا لكم على المشاهده حتى الاخير.